اكبر مشكله بتواجه الحسابات الاعلانيه الجديده في سناب شات انك لما تعمل اعلان يقول لك حسابك او اعلانك انتهك سياسه سناب شات، والمشكله انك بتعمل كل حاجه صح ومش عامل حاجه غلط من وجهه نظرك. مش هراجع في الفيديو ده سياسه اعلانات سناب شات، انا هديك تريكات بعملها ليا سنين في الحسابات اللي بادرها في سناب شات بتمنع ظهور المشكله دي من الاساس. ركز معايا هقول لك بشكل مختصر علشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل، وخلي بالك من اخر نقطه لانها الاهم. اول حاجه انك تربط الحساب الاعلاني بحساب قديم على سناب شات، يعني 6 شهور فما اكتر. يعني مش اول ما تعمل حساب على سناب شات تيجي تعمل حساب اعلاني على طول. انا عارف ان الموضوع ده يبان غريب لان مفيش اي مانع من كده، ولكن الاعلانات الاولانيه سناب شات هيرخم عليك جامد وانت مش عايز تقفل من سناب شات من اول اعلان. تاني حاجه تعمل حساب بيزنس على سناب شات وتفعله برقم تليفون وبريد الكتروني، وخلي بالك كمان يكون رقم التليفون او الايميل مش مربوط بحساب اعلاني عليه مديونيه او انتهاك قبل كده. تالت حاجه اعمل اعلان عن طريق التمبلت او النماذج الجاهزه الموجوده على سناب شات، وخصوصا في البدايه، وعلى فكره هم حلوين وبيأدوا الغلط خالص. حاجه بقى فوق البيعه لكن مؤثره جدا، حاول يبقى الحساب التجاري اللي رابط بيه الحساب الاعلاني والاعلان نفس التخصص. يعني ما تعملش اعلان عقارات في الرياض على حساب تجاري تخصص عطور مثلا. ولاي استشاره او ترويج يخص سناب شات ما تنساش تتواصل معايا على الواتساب.